بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على حبيب الله. اليوم كما كنتوا تشوفوا معنا اليوم رايحه ندير لكم وصفة المربى. مربى البرتقال، طبعا هذا هو الموسم تاعه وراه رخيص وكاع، والمركز البرتقال، لكن الكمية كانت عندي 3 كيلو فقط تاع برتقال، يعني 3 كيلو برتقال. رايحين نشوفوا غادي نخرجوا منها كمية المربى وكمية المركز. هنا كيفاش نقدروا باش نقسموا بالتساوي. انا 3 كيلو جاتني فيها 12 حبه تاع برتقال، لكن اولادي كل واحد دا حبه حبه، خلوا لي 5 5، خلوا لي 10 حبات، فدرت 5 حبات المربى و5 حبات المركز العصير، معناه 5 حبات مربى 5 حبات برتقال. شحال غيتخرج لنا من المربى باذن الله. رايحين الان نبدو بالمركز عصير البرتقال. هنا غادي نبشروا البرتقال كاع الكميه اللي عندنا، فقط القشره الفوقانيه، ماشي كاع، ما نوصلوش حتى للبياض تاع الحبه تاع حبه البرتقال. شوفوا انا هنايا ولدي هبني صراحه، بغى الا اصر باه يصنع اليوم معايا البرتقال، والله لا خلعني خون لي الخدمه ولحقته نجري أصر. طبعا هذا الوصفة تاع اليوم راها برعاية ابني. دوله جا من كومونتير ودول حبابكم. كما تشوفوا معايا هنايا انا قشرت فقط عفوا بشرت فقط القشره الفوقانيه. انا كملت كاع الحبات تاع اللي عندي اللي هما 5 حبات، في الاصل هما 6 حبات، لكن كما قلت لكم غادي نقشرهم ولا غادي نقيهم ولا نقشرهم ولا كما حبيتوا قولوا. قلت لكم ولدي هنا اليوم هبان ياك ثاني هو راه يخلط في الفنجال، جاب فنجال وجاب مش عارف شنو داك بينسو راه يخلط، خليه يخلط ويجلط. المهم غادي نوريكم انايا كيفيه التقطيع تاع البرتقال. طبعا انا جبت هنايا الميكسور تاعي، الخلاط الكهربائي اللي غادي نحط فيه، غادي نطحن فيه هذا مركز البرتقال. طبعا هي الخطوات معروفه لدى الجميع كاع، لكن انا غادي بغيت نوريكم كيف شحال تخرج لنا 3 كيلو او 6 حبات تاع برتقال، 6 حبات تاع. انا كما تشوفوا غادي نوريكم كيفاش نقشروها الشيرات، قشروها كيما هكا ولا نقوها كيما هكا الحبه تاع البرتقال، هكا يطلع مع هذيك القشره البيضاء الفوقانيه، تقشر لكم بسهوله، تلقوا الحبه تاع الشينه صافيه بهذه الطريقه كما تشوفوا معايا هكا. انا شوفوا الحبه تلقوها. طبعا اغلبيه تاع القشر الابيض طار مع القشره الفوقانيه. حاولوا باه تنزعوا كاع داك البياض تاع التشينه، تحلوها ثاني كاع في الوسط، كاع داك البياض اللي يكون لداخل، خاطش هو اللي تسبلنا شويه في المروره. هنا غادي نكمل كاع الكميه تاعي، وغادي نوريكم كذلك كيفاش نقشروا الليمون. كذلك هي قشروها بنفس الطريقه تاع البرتقال هكذا. طبعا الطريقه عمليه جدا، خلي تقطعوها عرض والله هكا على شكل دائره، قطعوها هكا طوليا. هنا بعد ما كملت كاع التقشير تاع البرتقال مع الحبه تاع الليمون، غادي نطحنهم. هنا بعد ما طحنتهم كملوا، راح نشوفوا شحال تحصلنا على هذا الخليط. شوفونا معايا كيفاش راه ثقيل هكذا. الشيرات اللي بغات تزيد تطحنه غايه تزيد تطحنه مليحه، شو انا شويه ما طحنتهاش غايه، مانيش عارفه علاه. مي اللي عندها الميكسر مليح تزيد تميكسي غايه، تزيد طحنه غايه. شوفوا الكميه هنا قطعت لي تقريبا لتر فاصل 800 مليلتر، معناه تقريبا 2 يوطرو من المركز تاع البرتقال هذه في 5 حبات تاع برتقال. فهي الشيرات دارت لي 2 يوطرو قل 200 مليلتر هكا، يوطرو 800 بالضبط
800 مليلتر. هنا غادي نكب داك الخليط في المبشور تاع البرتقال اللي كنا بشرناه بهذه الطريقه. هنا كاين اللي بعض الاخوات يبغوا يطحنوا القشور تاعها مع الخليط، لكن قلت لك انها مروره تجيك شغل يجي العصير فيه مر شويه ما يجيش. نفضل انك خطره اخرى نسدو. غادي نخليه غادي نشوفوا كميه السكر راح لي كاع. شوفوا كميه السكر، هذه كميه السكر مضبوطه مقدار 100%. يعني هذه الكميه مع الكميه تاع المركز. طبعا غادي نستعمل انا هنايا الكاس الجزائري، انا غادي نسميه هذا الكاس الجزائري، سموها الشيرات الكاس الجزائري متعارف عليه. غادي ندير الكاس الاول اللي عباره عن 150 غرام 150 غرام سكر. كذلك غادي نضيف الكاس الثاني اللي يحتوي على كذلك هو 150 غرام، معناه 300 غرام تاع السكر. غادي نزيدو كاس كما كتشوفوا هنايا ناقص اصبعين او بالتدقيق 100 غرام، معناه المجموع جينا 400 غرام في هذه الكميه تاع العصير. هذا مقدار مضبوط جدا يعطيكم حلاوه جميله للعصير، ماشي حلو اللي الحلاوه اللي ما يقدروش بعض الناس يشربوها، ومشي تاني صامت. حركي معايا هذا المزيج مليح سيداتي كما كتشوفي معايا. خلطيه مليح، خلطي وجلطي وبالك تزعطي. ايوا انا غادي هنايا رايحه نغطيه ونخليه يبات ليله كامله، او تقدري تخدميه الصباح وتكمليه في الحشيه. المهم تكون فاتت عليه مده تقريبا 8 ساعات واكثر، يعني اقل 8 ساعات لا ما راحش ينزل لنا السكر والحلاوه تاع السيرو تاع العصير. انا راح نخليه يبات ليله كامله. طبعا راح نشوفوا النتيجه في الاخير. هنا راح نجو للمربى. كذلك المربى ولدي اصر انه هو يخدمه لكم، فديروا له جام الشيرات والله معكم صح، ديروا له جام وشوفوا لنا الفيديو كاع تالي وبارطاجوه لحبابكم. رايحه نستعمل كما قلت لكم 5 حبات تاع البرتقال، هبلني حتى نزلته والله، حتى نزلهم فوق البوطاجي. المهم رايحه كذلك نقشر حبات تاع البرتقال بنفس الطريقه اللي قشرت بها في المركز. طبعا هنا كما تشوفوا معايا هذه الطريقه قلت لكم طريقه عمليه سهله، جربوها الشيرات. غادي ننزع كاع داك البياض تاع البرتقال، ننزعه كامل بهذه الطريقه باش يجينا المربى صافي وما فيش كذلك هو المراره اللي تطلب لنا السكر بزاف ولا حلاوه بزاف. هكا قشريه بهذه الطريقه، هكا كاع هذيك البياض قلعيه كذلك من الوسط. انا هنا بعد ما قشرت غادي نقشر الكميه وكذلك نوريكم كيفاش قشرت الليمون. طبعا في نفس طريقه التقشير تاع البرتقال راح نقشر بها الليمون. هكذا هذه الطريقه اللي قلت لكم تاع التقشير. غادي كاع هذاك البياض تاع اولا داك القشره البيضاء هذيك اللي فيها المروره تاع الليمون ثاني هي غادي تنزع بسهوله. كما كتشوفوا الليمونه تلقوها صافي، ديك الطبقه البيضاء تاع القشره غادي تلقوها انتزعت مع التقشير. شوفوا هاي حبه الليم كيفاش راهي صافيه فيها نسبه قليله، راح نقلعها ثاني هو. هنا الليمون راح نقلوا على داك البذره الدخلانيه، البذره ولا الزريعه ولا ما على باليش، العلف ولا مش عارفه كيفاش يسموه الاخوات، كل منطقه وكيفاش يسموه، لكن حرصي تقلعيه كاع ما تخليهش صاي. طبعا هنا بعد ما كملت
قشرت ال5 حبات تاع البرتقال مع الحبة تاع الليمون، راح نقطعهم هذا التقطيع، طبعا تقطيع عشوائي. راح نشوفوا كمية السكر شحال، كذلك حنستعمل الكاس الجزائري. هذه الكمية وهذه الكمية تاع السكر مع الكمية تاع التشين كذلك هي مضبوطة 100%. راح نستعمل الكأس الأول اللي هو 150 غرام، نضيف الكأس الثاني كذلك اللي هو 150 غرام، ونضيف الكأس الثالث اللي فيه 100 غرام، مجموع 400 غرام، تقريبا نفس الكمية اللي دهنا في العصير، نفس الكمية. هذه مقادير مضبوطة الشيرات صاي. انا غادي نخلطوا كاع داك البرتقال مع انا هنا الهدف راني عارفه بلي كاع الشيرات يعرفوا كيفاش يخدموا المركز، ويعرفوا يخدموا كيفاش يخدموا عفوا المربى، لكن انا بغيت نوريكم شحال تخرج لنا 3 كيلو تاع برتقال اللي هي 12 حبه تاع برتقال. انا غادي نستعمل هنا القرفه، غادي نديرها معاه دروك نبيتها معاه كيفاش تطلق لنا هي تاني. اللي عندها نجمه الارض او بعض الدول العربيه يسموها اليانسون ولا ما على باليش، المهم نجمه الارض تستعملها ديرها معاه. اللي ما عندهاش اكتفي بالقرفه، انا استعملت عود القرفه فقط. راح نغطيه هو ثاني ونخليه ليله كامله ولا اقل من او عفوا فوق 8 سوايع ونشوفوا النتيجه باذن الله. وهنا بعد ما مرت عليه ليله كامله تشوفوا كيفاش طلق لنا البرتقال داك الماء تاعه واندمج مع السكر ولا كسيرو. ما شاء الله عليكم. هنا رايحه نوضعه طبعا في اناء اللي نحطه فوق الغاز. انا استعملت هنايا كسرونه هكا، داك السكر كاع هودوه الشيرات من الاناء الاول بهذه الطريقه هكا. رايحه نحطوه فوق الغاز، رايحه نحطوه على نار متوسطه، ماشي قويه وماشي ناقصه، نار متوسطه. نعود القرفه هنا غادي نخليه تاني هو يطيب معاهم باش طلق لنا شويه البنه تاعه مليح. انا هنايا كي درته فوق الغاز الشيريت هنايا فاضلي في ديك القسمه كانت شويه صغيره، ها هي انا كانت صغيره فاضطريت نقله في مرميطه شويه كبيره. تشوفوا كاع فاضلي على الغاز. المهم تديروه في اناء يكون غامق ولا يكون ما على باليش، مهم يكون كبير. شوفوا كي تشوفوا هذه الرغوه الصفراء طلعت لازم تقلعوها، يعني تقابلوا المربى تاعكم كل ما طلع ديك الرغوه الصفراء تقلعوها ما تخلوهاش، خاطش هي اللي تطلق المراره في السيرو. كي طابلنا هذاك وصلنا لهذا المرحله تاع يقعد الماء تاعك شغل اللون تاعه ذهبي هكا، الماء شويه قليل لون ذهبي كما كتشوفوا معايا كما هكا، نطفوا عليه الغاز يعني حوالي بحال نص ساعه 35 دقيقه هكا. هنايا بعد ما طبعا طاب معايا رديته في الكسرونه تاعه الاولى. راح نجيب الميكسر ونميكسيه كما كتشوفوا معايا. شوفوا ما شاء الله، كاين اللي يبغي يخليه كيما هكا، كاين اللي بصح زعما في البدايه تكون مقطعته الاخت ولا الشيرات تكونوا مقطعينه قطع صغيره كيفاش تخلوا في المرحله تخلوه هكا وتستعملوه وتتناولوه يجي شباب. بصح انا يعني باغيه الميكسي، عندي اطفال صغار يبغوا ياكلوه كاع، نخاف هكا قطعه تفوت لهم ولا حاجه. هنا غادي نميكسيه مليح وبهذه الطريقه نتحصلوا على مربى تاعنا. طبعا انا قطع لي الكميه تاعه في حدود تقريبا 850 غرام، 850 غرام من المربى، تقريبا كيلو قل 150 غرام. طبعا هذه النتيجه تاعه. شوفوا ما شاء الله، شوفوا القوام، شوفوا اللون والريحه تاعه، يعني ما شاء الله البرتقال مع القرفان ما شاء الله. شوفوا القوام تاعه، شوفوا كي خرج لي شباب. طبعا المقادير كانت مضبوطه 100%. جربوها الشيرات يعني مقدار قلت لكم قطع لي حوالي كيلو قل 150 غرام
فيه 5 حبات تاع برتقال. هنا رايحين نجو للمركز تاعنا كذلك، هو بعد ما بات ليلة كاملة. شوفوه كيفاش ولا. شغل لقيت الكثافه تاعها شويه خفيفه. طبعا غنستعملوا المصفات ولا غربال لكن يكون بهذا مثلا النوعيه تاع اينوكس كيما هكا، هذا الغربال ولا مصفات ولا. وغادي نصفوا العصير تاعنا. طبعا استعملت انا الغربال كانت العيون تاوعه صغار، بغيت العصير يخرج لي صافي. اما للاخوات اللي يبغوا العصير تاعهم المركز فيه بعض الحبيبات يستعملوا المصفات اللي عندها عيونها كبار ولا غربال اللي عندها عيونها كبار. راح نخلط هكا بهذه الطريقه كيفاش شوفوا كيفاش راه ينزل معنا يخرج صافي. راح نخلط انايا هذا بهذه الطريقه. كمل كاع الكميه اللي عندي هنا. طبعا هذه هي الكميه اللي قعدت لي. طبعا هذا البقايا شيت ما ترموهمش، ديروهم في الفريجيدير في الكونجيلاتور، واستعملوا هذا البقايا في سيرو ولا تاع البسبوسه، ولا تنكهوا اي حلويات عندكم بريوش ولا كعك ولا يعني ما شاء الله. ما ترموهمش الشيرات. هذه البقايا كما تشوفوا البقايا ما ترموهمش، يعني كل شيء يقعد لنا حاجه ما نقصوهاش. صاي الشيرات هذا هو المركز تاعنا كما تشوفوا. هذا المركز ها ولا صافي وشباب. الطريقه العمليه للتخزين طبعا شو بغيت نوريكم انا شحال خرجت لي الكميه بالضبط. هاي تقريبا لتر. هذه القرعه تاع الماء فيها يطرو ونص، يعني فيها لتر ونص في لتر. انا هنا خرجت لي تقريبا فوق اللتر، يعني تقريبا لتر مش فوق اللتر. لتر من المركز، لتر من المركز. هنايا الشيرات كل كاس من هذا الكاس الجزائري هذا راح نضيفوا معاه لتر من الماء باه نتحصلوا على عصير البرتقال. طبعا هذا المركز تاع البرتقال. الطريقه اللي قلت لكم عليها الطريقه العمليه انا نفضل تستعملوا القرع هادو ولا القرع هادو الصغار، ولا كي تعمروهم بالمركز ودسوهم في الفريغو ولا في الكونجيلاتور. راح خطره اخرى كي تبغوا تستعملوا فقط تضيفوا عليهم لتر تاع الماء، ماشي كيما دسوهم في حاجه اخرى وتخمي فاش تذوبيه وفاش ديريه. هذه الطريقه الشيرات عمليه جدا. فرغي المحتوى، فرغي الكاس تاع المركز وديريه في الكونجيلاتور. طبعا اللي عندهم الفريغو يكون غايه خاطش واسع، زعما تقدري حتى تخبزيها كيما هكا باه ما تديلكش اللي تساع في الفريغو ولا في الفريجيدير. لكن هذه الطريقه الشيرات عمليه افضل من تحطوها في الساشيات ولا في باطه كبيره ولا هكا وتحطوا عليها الوطرو تاع ما تحصلوا العصير تاع البرتقال. مع السلامه.